هنا تمتد الخضرة على مد البصر بالرغم من شهرة إقليم الصومال في إثيوبيا بالجفاف. وهنا ترضع الجمال صغارها وتمد الإنسان كذلك بألبانها الوفيرة، وتمثل مصدرا من مصادر القوة والثراء والفخر لمقتنيها، كونها أكثر الثروات وفرة في الإقليم منذ آلاف السنين. حب الجمال عند الصوماليين موروث قديم، ولديهم تقدير وارتباط وثيق بالإبل، ويعتقدون أن لهم الحق في امتلاك الإبل حصرا. هذه المزرعة يتم فيها تجميع الإبل هنا للاستفادة من الألبان وكذلك اللحوم وتوفير احتياجات المنطقة، فضلا عن الحفاظ عن الموروث الخاص لشعب الصومال. وعلى هذا الوادي من منطقة فافن الواقعة غرب جيجيجا عاصمة الإقليم يمتهن السكان الزراعة والرعي، ومع وفرة العشب الأخضر تبطئ الجمال في سيرها نحو المرعى في رحلة لا تخلو من بعض المشاق. نبدأ عملنا صباحا بعمليات الحلب، ثم نتحرك نحو الوديان والمراعي الطبيعية في المنطقة حتى المساء، ومن ثم نعود بالإبل إلى الحظيرة مع أنها ترفض العودة إليها. ومع ألفة الإبل المعهودة عند الناس إلا أنها تمتلك حساسية قوية للأشخاص الغرباء. لا تباع صغار الإبل دون سن الثالثة عند الصوماليين، والكبار منها تتجاوز أسعارها $1000، لكنها قد تشعل حربا بين القبائل إذا تمت سرقتها، كونها مصدرا للتجارة والزينة والتباهي. هنا على الطبيعة تعيش الجمال بين الجبال والوديان، تمثل فخر الصوماليين بامتلاكهم أعدادا وفيرة، خاصة عندما يرتبط الأمر بالزواج، حيث تقدم الإبل كمهر لأهل العروس، ما يعتبره كثيرون مصدر الثروة الأول بالمنطقة. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، منطقة فافن، إقليم الصومال.